هل في إطار قديم مع طلاب البكالوريا؟ يعني اليوم أسئلة مادة الرياضيات أغلب الطلاب عم تقول إنه هي صعبة جدا، حالات إغماء، سيارات الإسعاف عم تلعب بأغلب المحافظات السورية، بعد 12 سنة من التعب عم يفوت اليوم الطالب ما عم يعرف يحل، عم يحط أحلامه على الورقة، عم يسلم ويطلع. وزارة التربية بالمقابل عم تقول إنه ما في تكميل السنة، وأيضا عم تصرح إنه لا، أسئلة الرياضيات كانت سهلة ولكن هي فقط بحاجة إلى تركيز. واللي حط الأسئلة كان أيضا بحاجة إلى تركيز وتفكير، بأنه أولا الطالب ليس أينشتاين، ثانيا يحطوا أسئلة من مستوى المدارس الحكومية والتعليم الموجود بالمدارس الحكومية. لآخر يوم نحن عم نناشد أجلوا الامتحانات، في كتير مدارس لسه ما خلصت المنهاج، ومو كل الطلاب قادرة تحط دروس خصوصي ومعاهد، وحتى يلي حاطط معاهد ودروس خصوصي وأهله حاطين عليهم دم قلبهم، اليوم طالعين الطلاب وأهالي الطلاب عم يبكوا. تخيل أنت تخسر ابنك أو ينجرط ابنك بقلب قاعة الامتحان والسبب مادة الرياضيات. فمبروك، أنتوا اليوم يلي انتصرتوا بهي المعركة على طالب البكالوريا.